عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين القناة. هنبدأ مع بعض تجهيز شنطة أكل العمرة. وأول حاجة هنبتديها هناخد كاتل القهوة الصغير ده، وده طبعا عشان نعمل فيه الشاي أو النسكافيه أو كده. كل المشروبات يعني. ممكن كمان نسلق فيه بيض. ناوية جازف والكنكة الصغيرة دي، وممكن أستغلها إن أنا أسخن فيها كمان علبة فول. هنجرب مع بعض. عامة دي علب سردين، علب سردين أهي. مش عارفة، احنا جبنا علب في بشطة وفي من غير شطة. الحاجات في السعودية أحلى بكتير وأنضف، ولكن فرق العملة يا جماعة، فرق العملة خلاص يعني، لنا الله. فكده أنا جايبة علب السردين ده، وأخدنا الكتل ده كده لانشون فراخ. تمام أهو. وكمان علبة جبنة، وهجيب جبنة براميلي بإذن الله، اللي هي الجبنة البراميلي القديمة. تمام. وآدي وعلب تونة، قطعة واحدة. علب التونة دي قطعة واحدة. دول 3 علب تونة كفاية، يعني مش هنعيش على التونة، فهنشتري طبعا حاجة هناك. ودول علبتين فول مدمس. ماشي. و3 علب تونة. وادي 6 علب سردين بشطة ومن غير شطة. علبة لانشون وعلبة جبنة. في طبقين جبنة رومي، وفي جبنة براميلي، ودول لسه هيجوا من بره. اما بقى بالنسبة للمشروبات، ادي ينسون عشان البرد، ربنا يسترها. وادي كوفي ماكس. وادي كده علبة شاي فتلة. اظن دي الحاجات اللي هتتاخد. هزود عليهم بس خليكم فاكرين، هنزود حاجة واحدة بس عليهم، وهي ربع، ربع او نص كيلو جبنة براميلي. وهناخد طبقين جبنة رومي او حتة جبنة رومي على بعضها، على حسب امكانياتك، زي ما انت عايزة، ربع او نص. وهتقطعيها انت هناك شرايح لو هتاخديها على بعضها يعني، عشان تحتفظ معاكي، تقعد معاكي مدة اطول. و... والباتيه بالجبنة او الفايش او الحاجات اللي انت بتحبيها، مش هناخد منها غير نص كيلو بس. دي الحاجات اللي ناقصة بس، وده كده كفاية قوي قوي، هو ده اكل العمر. والباقي بقى الوجبات عند الحرم ميسرة ان شاء الله. وبرضو لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وامنه. ربنا يتقبل منا جميعا. مع السلامة.